إلى الأخ، إلى الصديق، إلى الجريح، إلى منتخب العراق الوطني. هارد لك يا شباب، هارد لك يا مالك، وهارد لك يا ياسر، وهارد لك يا البحري. والله قدمتوا بطولة رائعة. السعودية لم تكن مرشحة لنيل اللقب. السعودية يعني أكثر المرشحين إذا كانوا متفائلين وصلوها إلى الدور الثاني. لا، المنتخب السعودي تصدر مجموعته. المنتخب السعودي وصل للدور نصف النهائي، أقصى اليابان. المنتخب السعودي قاتل لآخر لحظة، ولكن في المباراة النهائية بناء على ما حدث في أرض الواقع كان لمنتخب العراق الكلمة العليا، كان هو الأفضل أداء، الأفضل من حيث النتيجة. هاردك لمنتخب المملكة العربية السعودية. ألف 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 مبروك لمنتخب العراق الوطني. هذه الفرحة الكبرى. هذا شوف 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 حتى فييرا المدرب العجوز الشيبة، وهنا العلم العراقي يرفرف. عش هكذا في علو أيها العلم، فإن بك بعد الله نعتصم. قالها شاعر عراقي في عشرينيات القرن الماضي، معروف الرصاصي، هو من قالها لعلم بلاده، لعلم العراق. عش هكذا في علو أيها العلم، فإن بك بعد الله نعتصم. اعتصموا يا العراقيين بحبل الله أولا، بدينكم وبوطنكم وبالعراق الذي نريده كما كان، حضارة وراء حضارة، تاريخ وراء تاريخ، إنجاز وراء إنجاز. هكذا ما عرفناه عن العراق، ما سمعناه وما درسناه، وهذا ما نريد أن نشاهد به العراق والعراقيين. لحظات التتويج، لحظات ليست كأي لحظات. شوف الفرحة، فرحة كبيرة جدا. ألف ألف مبروك، ألف مبروك نقولها حقيقة من القلب والوجدان للعراق. والله لا كنا نحابي أحدا على آخر، لا نحابي لا سعودي على حساب عراقي ولا عراقي على حساب السعودي. ذكرناها منذ البداية، نحن محايدين. من يقدم ومن له حق سيحصل على حقه كاملا. كرة لا، الكرة خلاص انتهت، كانت في شباك السعودية، وأهدت اللقب للمنتخب العراقي. وتعديلا في اسم الشاعر، هو معروف الرصافي، أحد أفضل من أنجبتهم العراق في مجال الشعر العربي. وننتظر خلاص اللحظات بفارغ الصبر. هذا المذيع الداخلي يتحدث عن فقرات الحفل. يونس محمود وياسر القحطاني وتكهارا هم هدافين البطولة كما نستمع إليهم من أرضية الملعب. ستسلم لهم جائزة الهداف. ياسر القحطاني اللي سجل رقم سعودي خاص في بطولات كأس آسيا هذه المرة. سنشاهد بعد ذلك جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل حارس، جائزة أيضا الفريق المثالي كحال جميع البطولات. سعادة محمد بن همام وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. الليلة ليلة العراق، كل واحد في عمره له ليلة، وليلة فرح، ليلة بهجة، ليلة سرور. وهذا الشيء يحدث اليوم للعراق التي لطالما ظلت تعاني، ودخل إليها هذا الفرح من أوسع الأبواب عبر المنتخب القومي والمنتخب الوطني. إذن يبدو أن ياسر القحطاني بيحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة. إذن ياسر القحطاني كابتن وقائد المنتخب السعودي يبدو أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة. معليش يا ياسر، أنت وزملائك مستقبل الكرة السعودية، أنتم فعلا من دريم تيم. ما كان المنتخب السعودي في يومه ولا في وضعه الطبيعي. وياسر القحطاني كابتن وقائد منتخب المملكة العربية السعودية بيحصل على هذه الجائزة.
هذا يونس محمود أيضا يبدو كان سيحصل على جائزة الهداف مع ياسر القحطاني وتكهارة. حظك يا يونس. أحمد راضي ما لعب في كأس آسيا، حسين سعيد ما لعب في كأس آسيا، كلهم نجوم كبار ومعروفين. نتيجة انسحابات العراق المتكررة من التصفيات المؤهلة. أيضا يونس محمود يحصل على مبلغ $25,000. To present the award, please welcome our sponsor representative from ING, Mr. Robert Sultan, President Director of PT ING Securities Indonesia, and Mr. Irwan Hamza, Head of ING Bank Indonesia. And to collect the award, please welcome رقصة الفرح، رقصة البطولة، يونس محمود. يونس محمود أيضا يلقى التحية من الجمهور الكبير المتعاطف مع منتخب العراق. كأن منتخب العراق اليوم لعب في استاد الشعب الدولي. الجمهور الاندونيسي في معظمه كان مؤازر لمنتخب العراق، استمعنا ذلك من الصيحات ومن خلال المؤازرة والمتابعة. ليس حبا في العراق وكرها في السعودية كان الجمهور الاندونيسي ذلك، لكن معظم الشعوب أكيد تتعاطف مع العراق ووضع العراق ومأساة العراق، وبالتالي كانت تلك المؤازرة اللي كان لها أيضا دور فعال في أرضية الملعب. الله يا فييرا، الله يا فييرا. كان هدفه واضح هذا المدرب النبيل، حينما حصل على عقد مادي بالنسبة للمدربين يعتبر بخس الثمن، بأبخس الأثمان، وأتى وهدفه كان واضح من أجل العراق والعراقيين. والآن من حقه أن يذهب ويرحل، ولكن فرحته كبيرة أكيد بهذا الإنجاز، الإنجاز الذي يفرح أكثر من 25 مليون نسمة في العراق وخارج أنحاء العراق. حكم المباراة راح يكرم الآن. على فكرة الحكام في المباريات النهائية أيضا من مزايا تحكيم المباراة النهائية أنهم يحصلون على ميداليات ذهبية، طاقم التحكيم كامل، وبالتالي هنا السيد مارك شيلد، هذا الحكم اللي يكون أول حكم استرالي يدير مباراة نهائية لكأس آسيا، وهو من أدار نهائي دوري أبطال آسيا بين تشومبك والكرامة السوري. الآن أيضا يكرم. وكما ذكرت الحكام في المباريات النهائية يحصلون على، ممكن معظم الجمهور ما يعرف هذا الشيء، لكن الحكام يحصلون على ميداليات ذهبية. وهنا السيد جوزيف لاتر يتحدث مع الحكم، وأيضا سعد كميل حكم المباراة النهائية في البطولة الماضية بيحصل على التكريم اللائق من قبل سعادة محمد بن همام العبد الله رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. والآن يبدو أن لاعبي المنتخب السعودي راح يحصلون على الميداليات الفضية. معليش يا شباب، والله كفيتوا ووفيتوا، يعني كل السعوديين، ولن أبالغ حينما أقول يعني أن معظمهم كانوا غير متفائلين بالمنتخب السعودي في هذه البطولة، ولكن الأخضر السعودي عكس كل التوقعات، عكس كل شيء بالفعل بأدائه القوي، أقوى خطوط الهجوم، أدائه جميل. المباراة الوحيدة اللي ما سجل فيها كانت هذه المباراة اللي خسروها، كل المباريات سجلوا فيها. معليش يا شباب، كفيتوا ووفيتوا. برافو يا ياسر أنت ورفاقك. وهنا الميداليات الفضية يحصل عليها لاعبي المنتخب السعودي بطريقة جديدة، عبارة عن كؤوس فضية، ويبدو ليست ميداليات هذه المرة، في ممكن ابتكار جديد في بطولة آسيا. على العموم أنجوس أيضا من المدربين اللي أثبتوا كفاءتهم بشكل كبير، من المدربين اللي ارتفعت أسهمهم، ولكن في النهاية خسارة المباراة النهائية. في النهاية البطل واحد، في النهاية العراق هي البطلة، ولكن بكلمة حق تقال في هذا المنتخب إن أجمل مباريات كأس آسيا كان اللي طرفها المنتخب السعودي، إن أقوى المباريات اللي كانت في كأس آسيا كان طرفها المنتخب السعودي. أجمل أهداف البطولة جاءت بإمضاء ياسر القحطاني ومالك معاذ وأحمد الموسى وتيسير الجاسم، كلهم لاعبي المنتخب السعودي شباب. أعتقد أن السعودية عائدة بقوة هائلة جدا بالنسبة للمحافل الآسيوية والقارية، عائدة بمنتخب كل من الأسماء الشابة، أسماء جديدة لم يسبق لهم أن مثلوا المنتخب السعودي، 4 لاعبين فقط من قائمة كأس العالم قبل سنة، ومع ذلك الأخضر السعودي قابع